السادة والسيدات أينما كنتم من الفضائية الفيترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. جهود لحماية الآثار في إقليم جنوب البحر الأحمر. توزيع أراضي الملكية الطيسة في دبروا. جهود لبحث مكافحة الجريمة في كرم. مهاجمون يقتلون 31 في قرية بمالي. أول حالة وفاة بكورونا في أوروبا. كيمياء أول نادلة في أفغانستان. أهلا بكم إلى التفاصيل. عقد في مدينة عصب اجتماع يوم 12 من فبراير نظمه قسم الثقافة والرياضة بإقليم جنوب البحر الأحمر لبحث حماية الآثار في الإقليم، خاصة دور العبادة الأثرية. وأوضحت المدير العام للقسم السيدة حواء محمد أوضاع الآثار مشددة على ضرورة الحفاظ على هذه الآثار. وأشارت المسؤولة إلى أن الآثار مصدر النمو السياحي والأعمال البحثية، ورغم وجود أعمال على مستوى القسم لحمايتها لكن من الأهم مشاركة الشعب في العناية بها. وأوضحت بأن الدراسات المعمقة ستجري بالتعاون مع المتحف الوطني والشركاء الآخرين. وذكر سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد آدم علي أن تاريخنا يرتكز على الآثار الملموسة وليس على الحكايات، وأن الآثار تعكس الماضي ويجب الحفاظ عليها. ودعا الاجتماع للقيام بدراسات وأبحاث معمقة على الآثار والموروثات الثقافية والتعبئة لتعزيز المشاركة الشعبية لحمايتها والتعريف بها. وزعت أراضي الملكية الخاصة الطيسة يوم 14 من فبراير ل 357 مواطنا في قريتي تماجلة وزاول بمديرية دبروا. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الأراضي والمياه والبيئة في المديرية سيد محمد تخلة أن قطع الأراضي السكنية قدمت ل 123 مواطنا في تماجلة و234 في زاول. وقال مدير المديرية السيد فرونجيل تخلى هيمانوت أن الأراضي ملك الحكومة ويجب توظيفها بشكل جيد وبنائها بتوجيهات الخبراء. هذا وستوزع قطع الأراضي قريبا في قرى كساد دعرو ولاقين. دعت شرطة إقليم عنسبة في اللقاء الذي أجرته مع المرافق الخدمية في مدينة كرن في 14 من فبراير أصحاب وعمال المرافق الخدمية لتعزيز مكافحة الجريمة الملوثة للقيم والمحدة من التطور. وأوضح مسؤول مكافحة الجريمة في شرطة إقليم عنسبة المقدم قيتوم قبر صادق أن مهام الشرطة تتمحور لإحلال السلم والأمن ومكافحة الجريمة وتقديم الجناد أمام القانون، ويأتي ذلك بالتعاون القوي للشعب مع الشرطة. وقال أن أفعال المشينة لم تكن في السابق بدأت في الظهور حاليا، ويجب وضع حد لها قبل استفحالها بتعاون عمال المرافق الخدمية مع الشرطة. وقدم توضيحا مسهبا عن طبائع المجرمين، موضحا بأن التستر على الجريمة يعرض للمساءلة القانونية. ودعا الاجتماع لدراسة المواقع التي تعرف بكثرة الجرائم وتكثيف الحراسة عليها وقيام الشرطة باستجابة سريعة أثناء تقديم البلاغات. أوضح السمينار الذي عقد في مديرية دقم حرر يوم 13 و14 من فبراير بأن نسبة النجاح بلغت في النصف الأول من العام الدراسي بلغت 85% في 33 مؤسسة تعليمية. وذكر التقييم بأن النتيجة تحققت بتقديم الدعم الدراسي للطلاب المتدنين في النتائج منذ شهر أكتوبر، مشيرا إلى مقاطعة 4% من الطلاب الدراسة من جملة 20384 طالبا. وأفاد الاجتماع التقييمي بأن عدد الطلاب ازداد لتجمع قرى عد الرسل بالقرب من المدرسة، موضحا بأن الدعم الشعبي للمعلمين أسهم كثيرا للدفع بالعملية التعليمية. وقالت مسؤولة التعليم في المديرية الأستاذة ركبة كفلية أن الإنجاز الذي تحقق يدفع لمزيد من البذل والعطاء. من جانبه أشاد مدير مديرية دقم حرر يمان أبر بتنسيق الشعب والإدارة في المجال التعليمي. وأوصى الاجتماع لدعم نقص المعلمين وأجهزة تقنية المعلومات وبناء سور ومساكن المعلمين في المدارس التي ليس لها، وحل نقص الكتب الدراسية.
قال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية فور السيد عثمان أحمد الدين أن بناء الشباب ليست مسؤولية جهة بعينها، بل هي مسؤولية عامة المجتمع. وقدم لدى لقائه أولياء الأمور توضيحا موسعا للنضالات وتفاني الشباب الذي في مختلف المراحل، وقال أن المرحلة الجديدة هي مرحلة التعليم والتقنية ويجب على الشباب الاستفادة الجيدة منها. من جانبها أوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في فور السيدة فاطمة عثمان، وضحت أهمية العمل المنسق لبناء الشباب عامة والمرأة خاصة المسلح بالعلم والمعرفة. من جهة أخرى بحث فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية فور برامج هذا العام. دعا مسؤول نظافة البيئة في مكتب وزارة الصحة بإقليم القاش بركة السيد عبد يعقوب على منح الأولوية لإصحاح البيئة في مديرية دقي، وقال أن إصحاح البيئة يسهم لمكافحة الأمراض المعدية خاصة ومنها تلك التي تتعلق بالأمراض الناجمة عن التلوث، ويجري العمل الإدخالي في جميع قرى الإقليم، لكن مديرية دقي تشهد تأخير في العمل. وذكر مسؤول الصحة في المديرية السيد ولد أب ولد مريم أن 24 قرية قامت بتنظيف بيئاتها من جملة 80 قرية، داعين الإدارات العمل باهتمام لإصحاح البيئة. وأوضح مدير المديرية دق السيد حمد إيلا أن إدارة المديرية ستعمل لإنجاح البرنامج إدراكا لفوائده الصحية الكبيرة. فاصل ومن ثم نواصل. أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش المالي مقتل 8 من جنوده في كمين نصبه لهم في منطقة غاو، وذلك قذات مقتل 21 مدنيا في هجوم وقع أيضا في وسط البلاد الذي يشهد بصورة متزايدة هجمات جهادية ومواجهات محلية. وقال الجيش في بيان متضب أن الكمين أوقع 8 قتلى و4 جرحى في صفوف القوات المسلحة المالية التي تكبدت أيضا خسائر في العتاد، وذلك من دون أن يحدد الجهة المشتبه بوقوفها خلف الهجوم الذي استهدف الجنود في قرية بينيتا. وأتى هذا الهجومان بعد ساعات على مقتل 21 مدنيا على الأقل في هجوم شنه مسلحون على قرية في أوغاساغو في وسط مالي. وقال دعيم القرية علي عثمان باري لوكالة فرانس بريس أن حوالي 30 مسلحا من إثنية الدوغون شنوا الهجوم على القرية التي ينتمي سكانها لإثنية الفلاني. وينتقد سكان وسط مالي الجيش قائلين أنه لا يحميهم من أعمال العنف التي تسببت في نزوح 200 ألف شخص وتركه للكثير من القرى دون حكومة محلية أو وسائل دفاعية. قالت وزيرة الصحة الفرنسية أنيس بيزون أن سائحا صينيا مسنا توفى داخل مستشفى في فرنسا بسبب فيروس كورونا في أول حالة وفاة بالفيروس في أوروبا، بينما سجلت أفريقيا أول حالة إصابة بعد أن رصدت مصر أول حالة لأجنبي حامل للفيروس. وطالبت الصين العائدين من العطلة بالبقاء في المنازل قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما. وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 66,492 حالة بعد تأكيد إصابة 2641 شخصا. وأضافت أن الوفيات زادت بواقع 143 حالة إلى 1523 شخصا، وكانت غالبية الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد وخاصة عاصمة ووهان. أعلنت الولايات المتحدة أنها سترفع نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على طائرات إيرباص المستوردة من أوروبا من 10 إلى 15% من دون أن تغير قيمة الرسوم المفروضة على قطاعات أخرى للتبادل بين ضفتي المحيط الأطلسي. وردت مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية إيرباص معربة عن أسفها للعميق للقرار الأمريكي الذي اعتبرته أنه يخلق عدم استقرار أكبر لشركات الطيران الأمريكية. وردا على إعانات تلقتها الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات، تفرض الإدارة الأمريكية رسوما جمركية على منتجات أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار، بينها النبيذ والجبنة والقهوة والزيتون والمعاطف
وتضاف إلى النزاع القديم الذي بدأ منذ 15 عاما بين إيرباص وبوينغ عبر الدول التي تحسبان عليها التوترات التجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي. بعد عقود من الحروب التي دمرت البنية التحتية في كابول، يضفي مشهد النادلة الآلية شيئا من المرح للبعض، بينما يرى آخرون أن تيميا تشكل تهديدا لحالة البطالة المأساوية في البلاد. وتدعى النادلة الآلية بتيميا وطولها 150 سنتيمترا باستطاعتها نقل الصواني وطلبات الزبائن وقول عبارات أساسية باللغتين الأساسيتين في أفغانستان، مثل شكرا جزيلا لك وعيد ميلاد سعيد. وتشير المبادرة إلى كيفية دخول الحداثة والعصرية في مجتمع محافظ، حيث يستخدم كوسيلة للترفيه في بلد عانى من الحروب لسنوات طويلة. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، دمتم في أمان الله.